يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش اول مره يشوفني. انا لونا، تابعوني على قناتي، اعملوا اشتراك القناه، فعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض احلى صينيه بطاطس من غير بقى ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه خالص، واللي هيدوقها كانها معموله على لحمه وفراخ. طعمها يجنن يعني، وهو يوم يتقضى من غير بقى ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه خالص. ممكن ناكل بقى جنبها شويه رز بقى بالشعريه، يا سلام، خطيره، وشويه مخلل، هتبقى تجنن. يلا بينا. بصوا بقى، اول حاجه انا عندي جبت البطاطس. انا استخدمت هنا 4 بطاطسيات. طبعا كميه البطاطس اللي انتوا حابينها، اللي انتوا محتاجينه هتستخدموه، تقدروا تعملوا كميه اكبر كميه اصغر اللي انتوا عايزينه، ده يناسبني انا. هنقشر بقى البطاطس بالشكل ده. انا شفت ناس ما بتقشرش البطاطس، بيغسلوها ويقطعوها كده بقشرها، وكمان سمعت ان هي مفيدة جدا اللي هي تتاكل بقشرها. بس انا بصراحة ما عملتش الموضوع ده قبل كده، ان انا اكل البطاطس بقشرها. حاسه ان هو مش عاجبني. بشوفها كتير وبيقولوا ان هي مفيدة يعني، بس مش عارفة ازاي بياكلوها بالقشر بتاعها. ما علينا يعني، كل واحد حر. انا بقشر البطاطس دايما. ده بالنسبه ليا، بعد ما قشرتها طبعا غسلتها. بصوا البطاطس تبقى منوره كده ومغسوله كده ونظيفه، انما ناكل البطاطس بقشرها ده كلام. قولوا لي انتوا كمان كده، قولوا لي في الكومنتات، بتاكلوا البطاطس بقشرها ولا من غير قشر زي كده؟ هنقطعها بقى حلقات. مش عايزين نخلي حلقات تبقى رفيعه قوي علشان ما تتهريش معاكي وهي بتستوي، وتبقى ماسكه نفسها كده. اما تيجي تغرفيها تبقى كل بطاطايه كده، كل شريحه تبقى ماسكه نفسها وحلوه، ما تبقاش متقطعه. فانا بقطعها كده شرايح بالشكل ده. وفي ناس ممكن تقسم الشريحه لو هي كبيره تقسموها على 2. ده طبعا التقطيع زي ما انتوا عايزين، ويرجع لكم انتوا الشكل اللي بتحبوه اعملوه. ده الشكل اللي انا بعمله دايما للبطاطس. هحطها كده في اي طبق غويط، وهغسلها كويس بالمية والخل. انا دايما بعمل كده. جبت هنا 5 طماطميات وفلفل، وطبعا كمية الطماطم والفلفل اللي هستخدمها زي ما انتوا عايزين على حسب كمية البطاطس اللي انتوا هتستخدموها. فانا بجيب بقى الطماطم دي، مثلا 5 طماطميات، بقطعهم مكعبات صغيرة. ركزوا معايا بس عشان انا عايزة اقول لكم، هتعملوها بالطريقة دي مش هتبطلوها، ومش هتعملوها بطريقة تانية خالص. البطاطس بالطريقة دي تجنن، بجد خطيرة. وجبت بقى هنا فلفلاية وبقطعها شرايح كده، واقطعها مكعبات صغيرة. ده كده الحاجات اللي انا استخدمتها. وبستخدم كمان بجيب بصلاية انا اسفة. بجيب بصلاية بقطعها برضو شرايح كده، تقطيع عشوائي يعني، المهم يكون شرايح. تمام، بركنهم بقى على جنب. هنا انتوا ممكن تستخدموا كمان فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل حامي، زي ما انتوا بتحبوا. وجبت هنا بقى ايه، طماطميتين وبصلايه وفلفليه. هنا انا بجيب بقى المبشره بتاعتي، وببشر الطماطميتين على بشر ناعم عند اللي هي عند المبشره، اللي هي الحته الناعمه خالص. وببشر الفلفل، وببشر برضو البصل بالمبشره. دول بقى على جنب. انا طبعا اللي قطعتهم دول سايباهم على جنب. بعد ما بشرت بقى البصل والفلفل والطماطم، زي ما قلت لكم عايزين تضيفوا فلفل حامي هيبقى برضو طعمه حلو اللي بيحب الشطه. وجبت هنا بقى ليمونيه، بعصرها على البشر ده. ركزوا واعملوها بنفس الخطوات اللي بعملها، والنبي بجد جربوها، وكل اللي جربها يقول لي بقى رايه ايه بقى فيها. انا متاكده ان هي هتعجبكم. بضيف بقى عليها معلقه توم باودر صغيره، ومعلقه بصل باودر، ومكعب مرق دجاج، وبابريكا، و7 بهارات، وشويه فلفل اسود،
ومعلقة كزبرة صغيرة، كزبرة ناشفة. دي كل البهارات اللي انا بستخدمها. طبعا بضيف الملح بتاعي، وبضيف بالظبط للخل معلقتين خل كبار عليها. فطبعا وشوية زيت. ونبتدي بقى نقلب فيهم كلهم. دي كل الحاجات اللي انا بستخدمها. هنحط شوية زيت صغيرين، مش هنكتر لان احنا هنحط زبدة. بجيب بقى الصينية بتاعتي، بنزل بالبطاطس بعد ما غسلتها طبعا كويس، وببتدي اجيب بقى الخليط اللي انا عملته اللي يجنن ده، وبنزل بيه على البطاطس واخليها كلها تبقى بالمعجونة كده بالخليط ده، بحيث ان كل بطاطساية يبقى معمول عليها الخليط ده. تمام. بقلبها كده عشوائي عادي. انا على فكرة ما برصش البطاطس في الصينية، انا بحطها زي ما هي كده عادي. في ناس بتحب ترصها، وبعدين بقى بضيف عليها طماطم والفلفل والبصل اللي انا مقطعاهم شرايح صغيرة، وبقلبهم بقى على بعض بالشكل ده. او بالنسبة لمرقة الدجاج، الناس اللي عايزة تستخدم مرقة لحمة بمزاجها. مرقة دجاج احنا كده كده مش بنحط عليها ولا لحمة ولا فراخ، فنكهة المرقة اللي انتوا تحبوها زي ما انتوا عايزين، يعني اللي تفضلوها يا دجاج يا لحمة. كده تمام. انا بقوم ضايفة بقى عليها معلقتين كده زبدة كبار على الوش، واضيف عليها المية بتاعتي، يعني تقريبا كده كوبايتين مية على الوش، وبحطها على البوتاجاز واغطيها. مفيش 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. ممكن بقى بإضافة ان انتوا تدخلوها الشواية بعد ما تلاقوا البطاطساية استوت، تقوم مدخلينها في الشواية 3 دقايق كده 4 دقايق، تاخد الوش القمر ده، وبألف هنا وشفا.